في دبلن ب3 أهداف دون رد ضمن استعداداته لكأس العالم. وسجل المنتخب الأيرلندي الهدف الأول عبر بول جرين في الدقيقة 31 قبل أن يتمكن القائد روبي كين من إضافة ثاني الأهداف في الدقيقة 52. وقبل دقائق من نهاية اللقاء عاد كين لزيارة الشباك مرة ثانية خلال ركلة جزاء مختتما ثلاثية أيرلندا التي لن تكون حاضرة في المونديال، عكس المنتخب الجزائري الذي سينافس في المجموعة الثالثة مع كل من سلوفينيا، إنجلترا وأمريكا. شفنا بعض الحوايج ملاح، وشفنا يوجد بعض النقائص، بعض اللقطات فين شفنا كرة جميلة، لعبنا كرات نظيفة. على كل حال النتيجة ما تهمناش، المهم هو باش كيما نقولوا رانا نطلعوا في فويسونس بعد التربص اللي عملناه في سويسرا. الالتيتود جينا هنا رانا نتاقلم مع الوقت، باسكو ماشي فاسيل تهبط من الالتيتود باش تلعب لو لوندومان 2 جور مع الفواياج كلش. مي كيما نقول لك ماشي لاكوز، ماشي هذه، ما نلقاوش دوكا سبايب صاغات كيما نقولوا مقابله وديه. المهم لازم نكونوا حاضرين. المهم المقابله الاولى ضد سلوفينيا. ومعنا مباشرة من دبلن موفد الجزيرة الرياضية محمد الوضاحي. محمد، أهلا بك. بغض النظر عن النتيجة، ما هو الشعور العام داخل بعثة المنتخب الجزائري؟ نعم يوسف، الشعور العام عند اللاعبين وكذا الطاقم الفني بعد هذه المباراة، ورغم النتيجة الثقيلة التي مني بها المنتخب الجزائري في هذه المواجهة، إلا أن الجميع يتحدث عن أن هذا هو أول امتحان، هذا أول احتكاك للاعبين الجدد الكثر الذين لعبوا اليوم. 3 لاعبين جدد خاضوا هذه المباراة الودية. هناك غياب للتنسيق، هناك غياب للألفة بين اللاعبين على أرضية الميدان. الكل يجمع بأن النتيجة كانت ثقيلة، ولكنها لا تعكس أولا مجريات المباراة، لأن المباراة كانت عموما تكتيكية رتيبة ولم تشهد عدة فرص ولم تكن مفتوحة أبدا. هناك بعض العروض القليلة التي قدمها المنتخب الجزائري أثلجت صدر المدرب رابح سعدان، الذي أكد أيضا بأن عمل كبير ينتظره قبل أن يهيئ مجموعته لمونديال جنوب أفريقيا. اللاعبون رغم الحصر على النتيجة إلا أنهم أكدوا بأنهم يصعدون قليلا في أو رويدا في المستوى، وسيكونون في الموعد في مونديال جنوب أفريقيا. الأكيد أيضا أن مباراة الإمارات ستكون المقياس الحقيقي لمدى استعداد خضر الجزائر للعرس العالمي في جنوب أفريقيا. طيب محمد، 3 أهداف في المباراة التي احتضنتها الجزائر مع صربيا، 3 أيضا مع المنتخب الأيرلندي، يعني أن دفاع المنتخب الجزائري يعاني من مشاكل حقيقية يجب ربما تدارك الأمر قبل انطلاق المونديال. نعم يوسف، ولكن يجب وضع المباراتين في ظروفهما التي أقيمت فيهما. فمباراة صربيا التي أقيمت في الجزائر شهدت لعب وخوض عدة لاعبين مصابين لهذه المباراة. مباراة اليوم غاب عنها المصابون وحضر فيها اللاعبون الجدد، ولذلك ظهر غياب التنسيق على مستوى الخط الخلفي بين لاعبي الدفاع. 3 لاعبين مدافعين أو 3 مدافعين خاضوا أول تجربة لهم مع المنتخب الجزائري. اللاعب رفيق حرليش بين الشوطين يقول بأنه كان يعني خائفا ولا يثق كثيرا في زملائه، لأنه لأول مرة يلعب معهم ولا يتفاهم معهم كثيرا، لأنه لم يخض معهم أي مباراة رسمية. ال3 كما تعرفون الذين خاضوا هذه المباراة، وكان هناك فقط اللاعب حليش اللاعب الأساسي في المنتخب الجزائري. والجميع أيضا يتحدث أنه بعودة المصابين سيتغير وجه المنتخب الجزائري. طيب هل هذا يعني بأننا سنشاهد ربما التشكيلة المثالية التي ستخوض المباراة الأولى أمام سلوفينيا في المباراة الودية الأخيرة أمام المنتخب الإماراتي؟ هذا على الأقل ما يأمله المدرب رابح سعدان، الذي يقول بأنه يريد لاعبيه جاهزين 100% قبل المونديال أو قبل الأول من الشهر المقبل، أي بدء المعسكر الثاني للمنتخب. ويؤكد رابح سعدان ويشدد أيضا بأن أي لاعب لن يكون جاهزا ولن يكون في قمة عطائه فإنه لن يذهب إلى جنوب أفريقيا، وسيتم استبداله بأحد لاعبي قائمة ال5 التي توجد قائمة احتياطية في حال إصابة أي لاعب. الأكيد أن اللاعبين بدأوا يستعيدون عافيتهم، منهم من شارك مع المجموعة في التدريبات، وينتظر أن يشاركوا جميعا في مباراة الإمارات يوم 5 من الشهر المقبل. شكرا جزيلا لك محمد الوضاحي، كنت معنا مباشرة من دبلن. بعد وصوله إلى جنوب أفريقيا أجرى المنتخب البرازيلي
أول حصة تدريبية